طيب احنا دايما مش لازم نحرك الموديل نفسه عشان نعمل حركه، احيانا انت ممكن اصلا تعمل حركه من غير ما تحرك الموديل ده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت باستخدام الكاميرا ممكن تاخد زوايا معينه في الكاميرا وتعمل كي فريم في الكاميرا، هتلاقي الموديل اكنه بيتحرك يمين وشمال. ازاي هنعمل كده؟ نبص برضه في اتجاه الاكس ونحط كاميرا شيفت ايه، ادي كاميرا. هنخلي مثلا هنا ايه، لو خلينا نوت باد ماشي تمام. هنيجي هنا في الشيدنج عشان نشوف ايه اللي هنحطه، ونيجي هنا مثلا نعمل اضاءه. احنا مثلا هنا الكاميرا اللي خلينا انفايرمنت، ونيجي هنا اوبن اتش دي ار اي، ونيجي مثلا ايه نحط اي اضاءه. مثلا تعالى الاضاءه دي. دلوقتي احنا بقى عندنا الاضاءه دي. طيب ايه بقى اللي انا ممكن اعمله دلوقتي؟ لو انا جيت قسمت نصين وخليت دي عين الكاميرا، وجيت هنا بالكاميرا رجعتها بس ورا شويه، بس انا مش عاجبني الشكل بتاع اليوزابيلتي ده عشان ما اتلخبطش. انا ممكن اروح جاي قافلين دي كده على الكاميرا هنا. خليت الباسبورت 2 راح فين؟ الباسبورت 2 فوق، انا بتلخبط فيه ماشي. خليت الباسبورت 2. فكده احنا ايه هنشوف المشهد بتاعنا بس. فعشان برضو نشوف اكتر احنا ممكن نروح جاي عاملين ادي بلين، كبرها، وعاملين شيفت دي، وعاملين ار واي، خليها ار اكس عشان نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا انا هخلي الكاميرا بالطول احسن، انا ما بحبش اشوفها كده اهو ماشي. طيب دلوقتي الكاميرا عندنا اهو، لو خدناها فوق شويه عشان نشوف هنعمل ايه. طيب الفكره ان الكاميرا دي اصلا هي تحريك عين المشاهد نفسه، اللي بيجي يتفرج عليك بيتفرج عشان حركه الكاميرا نفسها. طب تعالى نشوف هنعمل ايه. احنا بنعمل هنا مثلا كي فريم، اي كي فريم، ونيجي هنا على فريم 60، وهنقرب الكاميرا ادي جي زد زد، ونخليها تقرب من المنتج نفسه كده اهو، مع روتيشن في اتجاه الزد كده اهو، ونعمل اي. طيب تعالى كده شوف الحركه هنا هتبقى عامله ازاي. تعالى بس نقفل التنويز. بص كده، انت حركت الكاميرا خليتها تخش على المنتج، وتبان ان المنتج نفسه بيتحرك. طبعا انت لو شلت البلين ده وخفيته هتفهم قصدي ايه كده. بص هتلاقي اكن هو اللي بيلف. طبعا انت الحاجات دي لو شلتها ثواني راحت فين هي يا ابني يا حبيبي عشان تشوف كده اكن تحس ان المنتج هو اللي بيجي عليك ويلف. طبعا الكلام ده مش صح. انت ممكن تعمل الطريقه دي على طريق ان تحرك المنتج نفسه وتلف ويخليه يخش على الكاميرا، لكن انا بوصف لك ازاي ممكن تعمل مشابه بالكاميرا. طب انت دلوقتي عايز تلف حوالين المنتج نفسه. انت دلوقتي ده منتج وعايز تعمل دوران حواليه، تخلي الكاميرا تلف كده اهو. طبعا انت هتيجي في دماغك اللي تمسك الكاميرا، اول حاجه تيجي في دماغك تمسك الكاميرا، شيل ده هنا، تروح جاي عامل مثلا كي فريم هنا، تروح جاي محرك الكاميرا كده جي، تعمل لها روتيشن كده اهو، وتعمل هنا ثواني كده نخش على فريم 10، تعمل جي، تعمل روتيشن كده اهو، تعمل اي، وبعدين تيجي على فريم 20 وتحرك كده اهو، تعمل روتيشن وتعمل اي. فتيجي هنا لا طبعا عمرها ما تظبط معاك وتبقى شكلها وحش خالص. طب ايه بقى الصح بقى؟ تعالى نشيل هنا خالص، نرجع لفريم واحد. هنقرب طبعا الكاميرا شويه، ننزل تحت. طب ايه بقى؟ انا بلجأ لحيله هنا، باجي هنا على هنا بعمل شيفت ايه، وبنزل امتي. انزل مثلا امتي اللي هي السفير دي مثلا. بكل بساطه بتخلي السفير في نص المنتج بالظبط، يعني نخليه هنا في النص بالظبط، وباجي امسك الكاميرا نفسها واجي على السفير بالشيفت واعمل بي كيب ترانسفورم. يعني بقول للبرنامج طول ما انت بتلفي هتلاقي الكاميرا بتلف. شفت كده الكاميرا بتلف معاك، حركت هتلاقي الكاميرا بتمشي معاك، عملت روتيشن في اي اتجاه هتلاقي الكاميرا بتمشي معاك. يعني انا دلوقتي لو جيت عملت هنا كي فريم، طبعا من غير ما اعمل كي فريم على الكاميرا نفسها، وجيت على فريم 2 وقلت له لف لي حوالين الحته دي مثلا 360 درجه، وعملت اي على شوف، هتلاقي الكاميرا جابت المنتج كله. طبعا انت ممكن تتحكم في الجراف اديتور وتخليها بطيئه، تبدا بطيء وتخش سريع، وتعمل الكلام ده في الجراف اديتور زي ما شرحنا. ايه تاني؟ انت لو جيت هنا برضو عملت يعني جيت انا حركه هنا ورحت جاي مغير وخليتها مثلا وهي بتلف عملت روتيشن، يعني عملت مثلا ار وعملت روتيشن كده اهو. شوف بقى اللي بيحصل، تعالى شوف هيحصل ايه. ادي بتلف وتعمل روتيشن، بتلف وتعمل روتيشن. فدي الحيله اللي احنا كلنا بنستخدمها. يعني انت في اي منتج لازم هتعمل الحركه دي، مفيش غنى عن اللي انت تعمل امتي وتربطها بالكاميرا وتشتغل بيها.
طب تعالى انا هرجع لبروجكت احنا كنا عاملينه قبل كده مع بعض، اللي هو نجيب مثلا برفان ليان ده ونحاول نعمل عليه انيميشن او اي برفان يعني. طيب تعالى هنا احنا عملنا ده الليفل اللي فات، نفتح هنا بقى الشيدنج ونيجي نشوف بقى هنعمل ايه. طبعا احنا انا جيت هنا كنت انا عامل انيميشن بسيط، ثواني كده تقريبا كنت عامل هنا اللي هي دي تتفتح بس كده، هي والايه والازازه. طيب تعالى بقى نقفل هنا، نجيبها تايم لاين واحد ونعمل سيلكت اول، تعمل سيلكت اول وتشيل الكي فريم دي احنا مش عايزينها. ممكن نعمل ايه هنا؟ هنعمل مشهد بسيط، يعني احنا هنزود كاميرا، احنا هنا عندنا كاميرا موجوده تمام. فين الكاميرا؟ رحت فين يا ماما؟ الكاميرا اهي تمام. لو انا جيت هنا عملت شيفت ايه نزلت امتي، هات الامتي، راحت فين امتي؟ قالت رحت فين يا بنتي؟ سفير، صغرت على قد المنتج بالظبط كده اهو. انا جاي عامل الكاميرا ومسكت الامتي وعملت كنترول بي كيب ترانسفورم، بقى هنا عندنا كاميرا. ده بقى يجي الدور اللي احنا قلنا اللي احنا ليه بنعمل هنا كوليكشن اسمه كاميرا وكوليكشن اسمه ده الامبيتي بتاع الكاميرا. انا اول ما بعمل امتي باجي هنا اسمي ده، بخليه مثلا ايه جنبه، بخليه مثلا كاميرا عشان اعرف اللي هو ده تبع الكاميرا. انك لو انت شغال بتعمل كذا امتي يعني كاميرا. تعال بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا المفروض الاريا لايت دي كانت في اللايتنج، انا ما اعرفش ايه اللي جابها هنا. طبعا انا وانت شغال ساعات بتتلخبط ورجعت تعيد وتعمل. وده الامتي بتاع الموديل نفسه، لو جيت هنا مسكته الامتي بتاع الموديل. تعال بقى شوف هنعمل ايه. ادي كاميرا عندنا، في كاميرا هنا. لو انا جيت حركت في الكاميرا هنا، انا كنت عامل صفر وكنت بتحرك هنا بالفيو بورد. يعني انا لو جيت هنا انا هنيجي مثلا نصفر الروتيشن والحركه بتاعت الكاميرا بتاعتنا. هنيجي هنا في الداتا ترانسفورم، نخلي دي مثلا، هو ليه السكيل بتاع ماشي ممكن نعمل مثلا ايه ابلاي سكيل، كنترول ايه ابلاي سكيل او اون ترانسفورم. ماشي. تعالى بقى نمسك الكاميرا نخلي هنا مثلا ايه دي 90، نخلي دي صفر، نخلي دي مثلا 90 عشان تبقى في النص بالظبط. هنيجي بقى المفروض ان احنا نظبط الكاميرا بتاعتنا، لو نزلتها لتحت شويه تمام كده كويس. ماشي. انا هسحب الكاميرا لورا شويه، اسحبها لورا شويه كده اهو، واجي اعمل كي فريم هنا. طيب وتيجي في فريم مثلا 60، تعالى بس نخلي الجراف يظهر. فنيجي مثلا على فريم 60 ونعمل جي اكس ونقرب شويه كده اهو ونعمل اي تمام. لو جيت هنا مثلا هتلاقي الكاميرا داخله تخش. طب تعالى برضو فريم واحد هنمسك القطعه دي ونعمل اي على فريم 60 ونعمل جي زد، نعمل ار اكس وار زد، نلفها كده اهو. خلاص نعمل اي تاني. فانت دلوقتي تفتح هتلاقي ايه ده طلع بالمنظر ده. تعالى بقى نطلع على فريم واحد تاني ونمسك الام تي بتاعه الموديل نفسه، نعمل اي ونيجي برضو على فريم 60 نطلع الموديل فوق. تعالى بس نشوف الكاميرا هنا تمام. نخلي الموديل مثلا يلف كده اهو ويتحرك مثلا يلف كده اهو، ونعمل اي. طبعا احنا هنيجي هنا برضو نمسك دي نطلعها فوق شويه عشان ايه، انا حاسس ان هي هتخبط. والزاويه بتاعت الكاميرا هنعكسها، يعني انا مثلا شايف البدايه تبقى كلوز. يعني انا مثلا تعالى كده اهو هنشد ده كده ونجيب ده ايه في الاول، البدايه تبقى كلوز وتنتهي اللي هي بتبعد مثلا كده اهو مثلا. ماشي. تعالى كده على فريم 60. بس احنا هنيجي هنا ونشوف هو البرفن لف ولا ملفش. لف بس لفه بسيطه مش مشكله، مش عايزين نعمل اكتر من كده. تمام. نيجي هنا على الامتي بتاعت الكاميرا نفسها ونيجي برضو هنا نعمل فريم 1 كي فريم، ونيجي هنا برضو هنعمل لفة بسيطة كده اهو. تعالى بقى نشغل، هتلاقي المشهد ده طلع معاك. بص كده المشهد طلع كويس، ولكن انا حاسس ان احنا المفروض نعمل زوم اكتر من كده. يعني لو مسكت الكاميرا طبعا انت وانت شغال على انيميشن بقى افضل جرب واعمل، والحاجه المناسبه اعملها في الاخر. يعني انا دلوقتي هعمل زوم في النص وانا شايف ان الكاميرا يعني هنا مش مظبوطه، وهنا يعني مش في النص قوي. انت ممكن تعمل في الحاله دي ايه، ممكن تيجي هنا على الكاميرا وتيجي على الشيفت اكس. الشيفت واي ده ممكن احنا يعني خلينا في الشيفت واي. لو جيت لا الشيفت واي ده اللي هو هيطلع هنا
نخليه زي ما هو صفر. شيفت اكس هتلاقيه يمين وشمال. تمام. تيجي تعمل هنا اي، وهنا هتلاقيه بقى بيبعد. خلاص. طيب انا دلوقتي انا رايي ان انا هخليه على 90 فريم عشان يبقى الحركه سموث اكتر. طيب انا بقى عايز اعمل بقى حاجه احسن الحركه. انا دلوقتي عملت كي فريم، عملت الحركات بتاعتي ايه بقى. احسن الحركه دي ازاي؟ هنا بيجي دور الجراف اديتور، بروح جاي فاتح الجراف اديتور، نيجي على الجراف هنا. فين الجراف اديتور؟ تمام. واحنا ماسكين مثلا دي، احنا عاملين كي فريم على ايه؟ عاملين كي فريم على الكاميرا نفسها، والامتي بتاع الكاميرا، والامتي بتاع الموديل، والقطعه دي. فاحنا كده عندنا الثلاثه دول. نيجي نبص هنا في هتلاقيها بالشكل ده معاك. طبعا احنا لازم نضغط نورماليز عشان تظبط معانا، هتلاقيها بالمنظر ده. طب تعالى بقى نمشي واحده واحده. المفروض هنعمل ايه؟ انا رايي ان انا نمسك واحده واحده اشتغل عليها. يعني اول حاجه الامتي. تمام. الامتي انا عايزه يطلع، انا عايز مثلا الحركه بتاعه الكاميرا وهي بتلف من يمين، بتلف مثلا من الشمال لليمين كده، عايز تطلع جامد، يعني تطلع مره واحده كده بسرعه وتنتهي بالراحه. طبعا انا الكي فريم هنا المفروض انا عملته 90، انا هعمل سيلكت اول واروح جاي واخد دوري كمان واخدهم على فريم 90. تمام. عشان تبقى الحركه سموث. طب انا كده مسكت، تعالى كده نمسك ايه، هنمسك اول حاجه الامتي ونعملها. ادي مسكت الكي فريم هنا ومسكت الكي فريم هنا، فانا كده ماسك الجزء ده. بنمسك التايم لاين هنا. تمام. او نمسك الجراف بتاعنا ونيجي هنا نروح جاي عاملين كده زي ما عرفتكم في اول الشرح. هروح جاي عاملين روتيشن، فكده هيبدا سريع، وهنا لما اعمل روتيشن كده اهو هينتهي، هيبقى ماشي بطيء. لو بصيت على الروتيشن دلوقتي بتاع الكاميرا بدا سريع خطفه، تمام، وانتهى بالراحه. طب تعالى برضه عشان نحس بيها، احنا مش حاسس بيها ليه؟ لان احنا عاملين بقى يعني ده دوران. تعالى بقى نعمل هنا برضه نفس النظام. هنعمل كده اهو، هنلف ونيجي هنا برضه نعمل كده اهو. طبعا لو مسكت دي ودي هتلاقيها ماشيه مع بعض. انت ممكن بقى تظبطها على نفس المنوال. يعني انت لو رجعت كنترول زد، تعالى نرجع كنترول زد تاني كده، كنترول زد، ممكن تمسك دي ودي مع بعض وتعمل، يعني تمسك دي ودي مع بعض، تمسك الكي فريم الاثنين، تبدا بقى تعملهم الاثنين مع بعض. تلاقي الخط الاحمر، الجراف الاحمر والازرق مع بعض. تعمل دلوقتي روتيشن كده اهو، وتمسك دولي وتعمل مثلا روتيشن كده اهو وتشغل. بص هتلاقي يعني الكاميرا بتتخطف مره واحده وترجع لورا نتشه وتروح جاي ايه ماشيه بطيء. هو ده اللي احنا عايزينه. تعالى برضو نمسك دولي، نمسك نمسك الموديل بتاعنا ونمسك دي ونروح. طبعا انا هقفل الفيس اورينتيشن، عامل لي عمى في نافوخي عشان ما اجي كده الاقي في عمى. طب هنيجي برضو نعمل نفس النظام. ادي انت ماسك دلوقتي الموديل وماسك الامتي، هنيجي نمسك دي ونلفها عشان تبقى سريعه، ونلف دي برضو كده اهو نعكسها، ونيجي هنا نعمل دي برضو لتحت هنا شويه عشان الخط يمشي ستريت شويه. تعالى بقى نشغل. شفت؟ تحفه. انا بس نخلي هنا 90. طيب لو انت عايز تخليها مثلا لو انت جيت تعالى نجرب نعمل سكيل في الاتجاه ده، هنعمل اول، هنعمل سكيل ده كده يبقى احنا حددنا كل التايم لاين. لو انا عملت سكيل كده اهو، شوف ايه اللي هيتغير. كل ما تعمل حاجه هنا بص هي برضو ماشيه بطيئه وتمشي بقى، بيدي شكل جمالي اكتر. طبعا انا هقفل الحاجات دي عشان نشوف بدل الخطوط دي كلها قاعد فين اهي. نقفل دي، نقفل دي، ونشوف. تمام تمام كده، يعني الدنيا تمام. عملت سكيل اول برضو ورحت جاي ماسك دولي ورحت جاي عامل سكيل كده، هتلاقي يعني عنيفه شويه، عنيفه في البدايه. انا دلوقتي مش عايز دماغك تتوه مني اكتر من كده، فانا هشرح حاجه بس اخيره وهنقفل الشرح في ليفل الانيميشن على كده، ونبدا بقى بعد كده اشوف هنصمم موديلات تانية ونعمل لها انيميشن. يعني اللي جاي هيبقى احسن ان شاء الله بكتير. تعالى خليك معايا.